خلي بالك كويس قوي، عشان اختار التمرين لازم يتصنف الاول، لازم التمرين يتصنف. يعني لو تخيل معايا كده ان احنا دخلنا سوبر ماركت كلنا مع بعض، والسوبر ماركت ده هايبر كبير، قرر انه يحط البضائع بتاعته كلها، كل البضائع راندملي، عشوائي. انت بقى كراجل مستهلك هتبذل مجهود قد ايه عشان تخش تشتري سلعه؟ هقعد الف في كل ده، في كل البتاع ده عشان خاطر اجيب سلعه. وفقدت ميزه مهمه جدا، ميزه ان انا اقارن ما بين جوده البراندات في السلعه الواحده، صح؟ ما كل حاجه متنطوره. التمرين ده ينفعك، بس في التمرين ده ينفعك انت احسن، في تمرين تاني احسن ليك كله. طب نعمل ايه بقى؟ فعملت حاجه موديل نعرف بيه نصنف التمرينات، اسمها اكسرسايز كودينج. ازاي تدي لكل تمرين تعرفه كود. الكود ده يخليك تختار على طول بمنتهى البساطه. زي في ابلكيشنز بتعمل الكلام ده. لا، انت تعرف انت تعمله لنفسك، لان انت عارف التمرينات اللي في دماغك دلوقتي، صح؟ انت في دماغك في تمرينات تعرف تصنفها. هصنفها بناء على ايه؟ انا عملت موديل جاهز يخليك تصنف التمرينات، فيخلي عمليه الاكسرسايز سيلكشن دي سهله قوي.